السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل كيكة الشوكولاتة في الطاسة من غير فرن. تعتبر من انجح واسهل الكيكات ممكن تعملها في البيت، وبتديك احساس كأنك بتاكلي حاجة من بره، وطعم الشوكولاتة فيها مظبوط جدا وهشة وطرية، وكل ما بتبرد بيبقى طعمها كمان احلى. ان شاء الله هنشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنشوف المكونات بتاعتنا. عندنا بيض وسكر وزيت ولبن ومعلقتين كاكاو خام ومعلقة بيكنج باودر ورشة ملح والدقيق. هنجيب بقى البولة بتاعتنا. هننزل الاول بالبيض ونحط عليه الفانيليا السائلة دي حلوة قوي، بتدي طعم حلو وريحة حلوة كمان للكيكة، وما تخليش اي ريحة زفارة خالص للبيض. بنقلب بقى البيض كويس. ممكن على فكرة تعملي الحركة دي بالهاند بلندر، وممكن على فكرة تحط المكونات كلها في الطاسة وتقلبي وتحطها على النار على طول، بس انا حبيت اعملها ايه في بولة لوحدها. هنا بقى نزلنا بالسكر واللبن، بنبتدي بقى ايه نقلب كويس، وبعدين نزلنا بكوباية الزيت، ونفضل بقى نقلب الخليط لغاية ما هنلاقي اللون بقى فاتح عامل زي الكريمي كده. وهنحط رشة الملح، عشان طبعا رشة الملح دي اللي بتظهر الطعم. وبعدين هننزل بمعلقتين كبار كاكاو خام ونقلب. بعدين بقى ايه هننزل بكوبايتين دقيق. ففي الاول حطي كوباية واحدة يعني، او حطي كوباية ونص، وحطي البيكنج باودر، وبعد كده بتشوفي القوام إيه هيعوز دي تاني ولا لا، علشان ايه بتبقى الكيكة معاكي مظبوطة. هي لا بتبقى تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، تبقى ايه مظبوطة كده، يعني اتقل من الكريب بشوية. هنا بقى ايه انا حطيت الدقيق وحطيت البيكنج باودر، وبعد كده بقى ايه بقلب المكونات مع بعض كويس. هنا بقى ايه لقيت القوام. انا حطيت كمان معلقة دقيق، انا حطيت كوبايتين ومعلقة واحدة بس معلقة دقيق. وخلاص بقى ايه بقلب الكيكة بتاعتنا بقى كويس. هنجيب بقى طاسة اللي هي غير لاصقة، بنحط لها الزيت، بنمسحها كده ايه مسحة زيت. طبعا بقى احنا لما بيجي نحطها على البوتاجاز بنهدي النار خالص، اللي هي اقل حاجة عندك. بصوا زي ما انتوا شايفين القوام بالشكل ده كده، لا تقيلة ولا خفيفة. هنا بقى الطاسة بتاعتنا اللي احنا حضرناها وحطينا فيها مسحة زيت، بنمسحها كده بقى ايه بالفرشة، ونحط بقى ايه الخليط، ونحطها بقى ايه زي ما قلت لكم على على نار هادية خالص. اهو نزلنا بقى الخليط زي ما انتوا شايفين. بنحطها بقى ايه على النار ونغطيها، وبنعمل صوص الشوكولاتة في البيت. معلقتين كاكاو خام، معلقة سكر، نص كوباية لبن، وبنقلبه بالخلاط، وممكن على فكرة بايدينا. الصوص اللي انا عملته ده. وهنا بقى حطيت انا اللي هو شوكليت شيبس كده على الوش. هنبتدي بقى ايه نقطعها. انا عايزه اقول لكم ان كان طعمها خرافه وريحتها تجنن. قطعناها بقى ايه بالشكل ده كده. على فكره هي كانت لسه ايه يعني تعتبر ايه دافيه، مش ما كانتش بردت يعني. وبكده يكون الفيديو خلص. يا رب تكون عجبتكم الطريقة. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة لو ما انتوش مشتركين. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.